العز والكرامة. جميع على تلبية نداء الاحتجاجية تضامنا مع مجموعة من الزميلات والزملاء الذين طالتهم يد القمع وطالهم يد الاحتجاج أثناء مشاركته في وقفات احتجاجية سلمية. تحية لكم من هذا النداء بوقوفكم إلى جانب مهنة المحاماة، مهنة العز والكرامة، مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات. تحية نضالية عامة. وكما سبق أن وضح زميلي الشيخ نائب رئيس منتدى المحامين الشباب في إعطاء كلمة للزميلات والزملاء الراغبين في كلمات تضامنية مع الزميلات والزملاء. أعتقد البداية ستكون مع السيد الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين المغرب نقيبنا الأستاذ نقيب حسن وهبي، فليتفضل مشكورا. زميلاتي زملائي الأعزاء، عطش عليه السباح واستاذ نقيب. تحية جميع على هذه الوقفة المعبرة. تحية لكم جميعا على ووقوفنا جميعا ليس إلا تلبية لنداء الواجب. المحامي مدعو بحكم طبيعة مهمته التاريخية والعالمية بالتضامن مع جميع القضايا العادلة. لتعلموا زملائي الأعزاء أن مهنتكم مهنة عالمية بطبيعتها. مهمتها الأولى الوقوف إلى جانب المظلومين والكادحين، والوقوف إلى جانب بعضنا البعض أينما كنا، وحضورنا إلى جانب هذه الفئات المكافحة من أجل مطالبها المشروعة من صميم واجبنا، وتعرضنا للعنت وللاعتداء من أجل ذلك له مبرران أساسيان. أولاً لأن حضور المحامي يعطي الشرعية لتلك المطالب. إذن هذا هو. وثانياً من أجل منعه من القيام بدوره الأساسي والمحوري في الدفاع عن الحريات، وهذا أقل ثمن يؤديه المحامي في سبيل الدفاع عن قضايا المستضعفين أينما وجدوا. لن أطيل عليكم. تحية لكم على هذا الاجتماع المبارك، ومزيدا من التآلف، مزيدا من التضامن المهني، مزيدا من الوحدة في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة لمهنتنا النبيلة. وشكرا جزيلا. تحية للزميلات والزملاء المحترمين الأعزاء. تحية للاتحاد المنتدى المحامون الشباب على مبادرتهم القيمة التاريخية اليوم. فزملائي زميلاتي الأعزاء، نحن من طبيعة الحال وبصفتنا كمحامون لا بد وأن نستجيب من واجب الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة. لا بد كحقوقيين أن نستجيب لكل من طلب النداء للدفاع عن الحقوق وعن الحريات وعن الكرامة، لأننا أول من يدافع عن هذه الخصال الحميدة، الخصال الأساسية. فزملائي الأعزاء، بدون شك أنكم تعلمون جميعا بأن وقفة اليوم
الاحتجاجية هي وقفة نندد فيها لكل من يسعى إلى النيل من هذه الرسالة النبيلة، إلى النيل من هذا الطموح الكبير لفئة اجتماعية ونخبة وفئة اجتماعية مهمة شعارها الأساسي وهو الدفاع عن المظلومين، الدفاع عن الحقوق، الدفاع عن الحريات، تفعيل كل المقتضيات والمنتديات الدولية في مجال حقوق الإنسان، تفعيل كذلك المقتضيات الدستورية. فنحن في هذه البديلة السوداء زملاء يجب أن يعي الجميع وأن يعرف الجميع بأننا رجالة حقوقي بالأساس، ونحن نفتخر بكوننا نقوم بهذا الواجب ونضحي من أجله. فإذا الزملاء الوقفة هي من أجل الكرامة، صحيح، الوقفة هي من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات. فبالأمس سجلنا جميعا أن هناك زملاؤنا في مكناس أنهم تم إهانتهم وتم إشارة عليهم بألفاظ نابية، والحال أن هذا السلوك أيقظ كل السلوكيات التي استفزت المهنة وأيقظ مشاعر المحامون، وبالتالي هو إنذار ينبه على أن هناك خطر تمييع القيم الزملاء، لأن القيم النبيلة والأخلاق الحميدة ينبغي دائما أن تكون مرسنة وأن تكون محصنة. وأول ما يحجر له الجبين حينما يتم تمييع قيمه هي قيم مهنة المحاماة. لماذا؟ لأن المحاماة أولا بالأساس هي مدرسة أخلاق قبل أن تكون مدرسة أعراف وتقاليد مهنية، وقبل أن تكون مدرسة القوانين التي نطبقها ونفعلها ونصيح من أجل تطبيقها في نداءات المحاكم. فإذا الزملاء هذه المؤسسة الدستورية، هذه المؤسسة العالمية، هذه الرسالة الخيرة التي تضحي بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن المظلومين، من أجل الدفاع عن المسلوب حقوقهم، من أجل فضح الفساد ومن أجل فضح كل الأساليب التبييعية. فإذا المحاماة هي بالأساس رسالة عالمية، رسالة مناضلة من أجل الحقوق. فإذا الزملاء بهذا الحدث الذي حدث في مكناس أيقظ مشاعر المحامون جميعا، ومن واجبهم من طبيعة الحال أن يلبي النداء وأن يتضامنوا. لماذا؟ لأن مهنة المحاماة إذا لم يكن فيها رجالات عقلاء، إذا لم تكن تلك المدرسة التي تنبه بالخطر داخل المجتمع، فإنها تبقى فارغة من محتواها. فبالأمس الزملاء كلكم ترافعون في منصات المحاكم، كلكم تتناولون قيم القانون، تتناولون قيم الأخلاق، تتناولون قيم الحقوق. فمن المخجل جدا أن تقفوا مكتوفي الأيدي وأنتم تعلمون بأن هناك من يحاول النيل بهذه المهنة. فإذا الزملاء هي إشارة لليقظة، هي إشارة لكي نتضامن. وقبل قليل شعاراتكم كلها كانت تدعو إلى الوحدوية، كانت تدعو إلى التضامن، كانت تدعو إلى نبذ الفساد، كانت تدعو حتى إلى تشجيع هذه الدولة أن تقف راسية وشامخة وأن لا تخاف من الاحتجاجات وأي شيء. فلذلك حينما نقول المخزن من الخير فلأننا نريد أن تكون الأمور مبنية على أسس رصينة ولنكون كلنا في مستوى واحد. فإذا من الحضارة يا الزملاء أن نجهر بالحقيقة، ومن الحضارة أن نكون شجعاء، ومهنة المحاماة ستظل شامخة. نداء الأخير الزملاء، نداء الأخير، وأننا يجب دائما وأقول هذا بالفم المليان، يجب أن نستحضر القيم في سلوكاتنا المهنية، يجب أن نستحضر القيم في دفاعنا عن المتقاضين، يجب أن نستحضر القيم في تعاملنا مع المؤسسات. وينبغي أيضا أن نسمع صوتنا لكل المؤسسات أن تعي بأن إذا كان هناك من تبسيط وتسهيل ومد مساعدة هي لمهنة المحاماة، يجب الاعتراف بهذه المهنة وتأكيد هذا الاعتراف من خلال الممارسة. تحية نضالية الزملاء.
أن نشاهد مثل ما نشاهده من حضور كافة الزملاء الذين عاهدنا فيهم أن يكونوا دائما في مقدمة كل حراك يدافعوا عن الحقوق والمطالب العادلة، أن يكونوا دائما في نصرة القضايا العادلة، أن ينتفضوا ضد الظلم وضد القهر. نعم الزملاء الأعزاء، اليوم الوقفة هي بمثابة تجسيد ودفاع عن كل شرفاء هذا البلد. الوقفة اليوم هي تجسيد ودفاع عن كل شرفاء هذا البلد الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن يكون لنا مغربا بمؤسسات وبحقوق وبحريات. الوقفة اليوم كذلك هي دفاع عن هذا الوطن وعن هذا البلد حتى ينعم فيه جميع المواطنين بالحقوق وبالحريات، وأن يدافعوا عن ما ركمه هذا البلد من حقوق في مجال الحقوق والحريات والحقوق العادلة لجميع فئات المجتمع المغربي. نحن اليوم وقفتنا جاءت اليوم هذه الوقفة اللي كنحيوا الزملاء عليها، اللي دائما يقفون بجانب خط العزة والكرامة والشرف والنبل. هذه الوقفة جاءت ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالح فئوية، ولكن نحن دائما نقف بجانب كل شرفاء هذا الوطن، ندعم كافة الحركات الاجتماعية السلمية التي تدافع عن العدالة الاجتماعية والمطالب الحقوقية. دامت لنا هذه المهنة، مهنة العزة والكرامة، مدافعة دائما عن المظلومين وناصرة للحقوق العادلة، ودمتم إن شاء الله دائما في العزة والكرامة.